وحققتوا كأس العالم. وشي لا أدي لكل واحد منكم كأس عالم جنب كأس العالم وطايرة. مجموعة صعبة وجود البرتغال. الله يثبتنا على هذا المعسكر مع الأسطورة كريستيانو رونالدو. الخميس شلون نهزم كريستيانو والبرتغال كأس العالم الخميس. يا الله للتاريخ، والله للتاريخ. تأهل المنتخب اليمني إلى نهائيات كأس العالم. مبروك للمنتخب اليمني، مبروك للشعب اليمني هذا التأهل وهذه الفرحة. اليوم اليمن السعيد أصبح سعيدا حقا. يا الله صراحة المنتخب اليمني استحق التأهل إلى نهائيات كأس العالم. والله ما أنا مصدق يا شباب، تأهل منتخب اليمن لنهائيات كأس العالم. أنا في حلم ولا في علم. هاتوا لنا ميسي، هاتوا لنا الأرجنتين فينيسيوس، هاتوا لنا نجوم العالم. الآن المنتخب اليمني بيثبت بكأس العالم بأنها الأفضل، وبإذن الله منتخب اليمن ياخذ كأس العالم وابلع ورق. وسع اللي حدث اليوم يا شباب معجزة. منتخبنا يتأهل إلى كأس العالم. بس قبل ما نخرج الكتالوج شكر خاص للكابتن أنس محمد اللي كان سبب الفوز وهدف الهدف الوحيد وخلانا نتأهل إلى كأس العالم. وشكر كبير إلى كل لاعبين المنتخب وإلى المدرب وإلى الإدارة وإلى الجمهور الذي كان هو الورقة الرابحة في هذا الفوز. شكرا لكم. دخلنا كأس العالم. محدثكم حمود المصباحي. كل هذا بسبب الراجع. أمرهم لله، أمرهم لله. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل هذا عشان تأهلنا لكأس العالم. احنا ناقصين رصاص، يعني هو ضروري نقلب الفرح إلى حزن ومعركة. ومن مكان هذا أعلن التبرع لكل لاعبين المنتخب من 1,000,000 ريال لكل لاعب بمناسبة التأهل لنهائيات كأس العالم. وأنا قد كلامي. من نقصد؟ منك تتكلم وأنا جالس أصور. ما تحسب صدقت إن أنا شدي لهم. أنا من جنس الناس، كل واحد صور وخلى اللي يشدي لهم فيلا واللي يشدي لهم عمارة واللي يشدي لهم شقة واللي يشدي لهم سيارة. وأنا من جنسهم، من جنس الناس. كابتن أنس، ألف مبروك عليكم هذا الفوز وهذا التأهل. شعوركم وأنتم بتصنعوا التاريخ بتأهلكم إلى نهائيات كأس العالم؟ والله شعوري في قمة السعادة لأن احنا أدخلنا الفرحة إلى كل بيت يمني بالتأهل هذا التاريخي والمعجزة التي صنعناها. وأهدي هذا الفوز لزملاء اللاعبين وللمدرب وللإدارة وللشعب اليمني أجمع، والقادم أجمل إن شاء الله. سريع يا شباب، يلا رئيس الاتحاد منتظركم على الشمع. تحية لكم جميعا. لقد أسعدتم 40 مليون يمني وأدخلتم الفرحة إلى كل بيت داخل الوطن وخارجه، شماله وجنوبه، بهذا الإنجاز التاريخي والأسطوري. الجميع حط الأمل فيكم وكنتم قد المسؤولية، وأثمر فيكم الدعم المادي والمعنوي. ما شاء الله عليكم، والله أنكم أنا ما شاء الله مصدق لهذه الحين، أنا ما شاء الله مصدق. ومع ذلك مستمرين بدعمكم حتى تحقيق كأس العالم، وأنتوا قدها، وإحنا أصل العرب وأنتوا رجال، أنا داري ما معي. إن شاء الله بإذن الله إذا وصلنا إلى نهائي كأس العالم وحققتوا كأس العالم، وشي لا أدي لكل واحد منكم كأس عالم جنب كأس العالم وطايرة على حسابي أنا. حققوا كأس العالم بس. قال لك عندي لنا طيارات، لو حققنا كأس العالم عندي احنا طيارات. أقول لك أنا بندور طيارة أسفر الوالد للهند عمد أعالجه، ما حد جاوب معي. أنا والكل لأن مرأت ولد بعد شهر، ما بشبه تاحق واحد فوال. المهم سعيد بهذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر بعد تحقيق كأس العالم عشان تسلموا الطائرة معي فوق السيارة. شدوا همتكم وحققوا لنا كأس العالم. ماشي أنت واخبر. أنا كان نفسي أكافئكم بهذا التأهل وأقول لكم تؤمروا بأي شيء، ولكني تذكرت أن الأمر لله وحده،
لا إله إلا الله. لذلك حققوا لنا كأس العالم وقعوا رجال. كل المشككين احنا فايزين ومطولين ومروحين ومخزنين، وتحياتي لكم. كيف يا كابتن؟ يعني خلاص انتهى الاجتماع؟ اكيد الرئيس جاب لكم كل اللي عنده. هو جاب لنا كلام سامع كل مرة، أما جاب لنا اللي عنده والله ما شفنا شيء. انا داري ايش تقصد المكافآت والحوافز والدعم المادي. سهل بيجي وقت. أي حين أجي يا كابتن عبد الرحمن، أنتوا دايرين إن إحنا شاقين على أسر وعلينا مسؤولية والتزامات. قلنا مشوا وقتها الان، حنرفع مطالبكم لرئاسة الاتحاد بعد ما يقع لكم الخير. يا كابتن احنا بنلعب من اجل المنتخب حبا في الوطن والشعب، لكن احنا في النهايه بشر ولا نحتاجات. قلنا لكم مطالبكم بتوصل للإدارة وهذه حقوقكم، لكن احنا حاليا لازم نركز على هدفنا وهو الاستعداد لكأس العالم. الآن كل واحد يقوم يتوكل على الله بعد عمل له رزقه، وأنا بإذن الله وقت المعسكر بتواصل فيكم. يلا إن شاء الله على خير. يا حرجة رواجة ماني الشي مليس مبلط مرنج راس حربة جناح أيمن موجود. أين الناس؟ أين العالم؟ إيش هذا البورة؟ بورة في الكرة وبورة في العمل وبورة. يا رب تحرير 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 تحرير. الأول ماشي تعال هذا الأول امشي الآن. تحرير 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 تحرير. اسمعني، عجي تحاسبني قيمة الفاتورة؟ ماشي حرم لفصل عليك السلك. ايه يا عملت شي مليس مبلط مرنج، نطلع لك النيسان، نطلع لك الماء تحت الأرض، نطلع لها أي ماشي. الكابتن ألو، كيف حالك يا كابتن أنس؟ والله نحمد الله ونشكره، أنا موجود أنا وكريكي ووسط لي جهز نفسك بكرة نبدأ المعسكر التدريبي. ابشر بعزك. يلا سابر ولا يهمك، أنا الآن عامل قدوة وأنا راس حربة. تحرير تحرير تحرير. ماشي الآن التحرير، هي عمنا تحرير. ها الكابتن راجع نجم المنتخب. مش وقت المنتخب الآن، احنا في مباراة لقمة العيش، اطلع نوفي التشكيلة. تحرير تحرير تحرير. كيف راجح؟ ارحب يا كابتن. بكرة نبدأ المعسكر التدريبي، رتب أمورك. ابشر بعزك. يلا مستعدين يا شباب؟ يلا ما شاء الله. يلا اوكي. المهم يا شباب اشيم لكم الهمه والعزيمه. الفتره هذا عن لعب تمرينات مكثفه، امامنا مهمه صعبه وقرعه كاس العالم قريبه. اشيم لكم الحماس يا شباب، وبسم الله نبدا التمرين. يا كابتن انس انصار، فعلوا للثلج. يلا اخوك عبيه شد. فعلوا للثلج يا كابتن، فعلوا للثلج. يا كابتن النقالة قالت ما هذا الساعة ما بيش تعال بعدين. دقيقة. أهلا بالكابتن سيف، كيف رجلك؟ والله اني هذيك الاصابه هي عدد المضاعفات بتزيد. قدمنا للاتحاد، حاولنا دينا ما بش فايده. تخيل ان انا رجعت ادور مساعده، لا واحد يتساعد معي بحق العلاج، لكن ما بش فايده. الله يكون في عونك. هذا هو حالنا كلنا كرياضيين، يعني تقدم وتضحي وتدي اقوى ما عندك، لو ما تنصب ما حد يشوف لا عندك. خيرة الله. كعوة رجلك يا اخي
وكل الباري. دعم هذا يا كابتن خمير وشاهي، احنا في معسكر تدريبي ولا معانا صبه؟ مال الخمير احمد والله، غيرنا لكم من قدم وعدس لا خمير. كأس العالم الخمير، الخمير هذا حرام ما نهزم حارتها البليلي. Portugal, Colombia, Yemen, Uzbekistan. البرتغال بصراحة مجموعة صعبة بوجود البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان، بس احنا قدها إن شاء الله. مو قد فرصة يا كابتن منها ندخل في منافسة مع الأسطورة كريستيانو رونالدو. اي والله صح انه قدوتنا في كرة القدم واسطورة كرة القدم، لكن احنا في أرضية الملعب ما نعرفش أحد، الطارف غريب. بس تعرفوا أنا الشيء أعرف حاجة واحدة، سامي كيف حتفعل لو ما تحاصر كريستيانو؟ والله ما معه إلا يحاصر بالدعاء والاستخارة والباقي على أرحم الراحمين. هيا شفت على موقعنا في به مجموعة البرتغال ومن بنواجه كريستيانو بكله وفيتينا وليا وعد لك عد. منتخبنا غدا يا رجال، بلادنا مليئة بالمواهب والنجوم، بس ما فيش دعم ولا اهتمام من أيام منتخب الأمل. الله يكون بعونهم في كأس العالم. يا شباب شدوها، من اليوم حيشرف على التمرينات الكابتن عبد الرحمن مدرب المنتخب. المهم شدوا عمد كل واحد منكم يضمن نفسه في التشكيلة الأساسية لنهائيات كأس العالم. أنا ضامن نفسي بالتشكيلة. ضامن ايش؟ ضامن نفسي بالتشكيلة. هذا أنت أول شيء واحد يضمنك عند العاقل ويضمنك في الضمان الاجتماعي. أنت يا غالي أول شيء يضمن حياتك. شكلك قد توفيت في 1962 صح؟ لا وش هذا خلقنا الشبه 40. خلاص لا تبكيش، إن شاء الله أنك في التشكيلة بإذن الله. الكابتن براء. يا شباب نشيل الهمة، احنا داخلين مجموعة صعبة، نشتي نثبت أنفسنا في هذه المجموعة، وبنفس الوقت نشتي نثبت للجمهور وللعالم وللشعب اليمني ان احنا داخلين هذه المجموعة بكل قوة، منافسين مش مجرد مشاركة فقط. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا. اجمعوا يا شباب، يلا 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 اجمعوا يا شباب، هيا يلا يا شباب اشربوها. اوه الآغا وحركات يا كابتن. ايوه الآغا هذا لاعب دخل السوق وبقوة، وتشكيلته عدة نكهات، فواكه مشكلة، برتقال، مانجو، واللاعب الأكبر إذا هو حجم عائلي نوعين، وكمان أكواب. اشربوا وهنا. والله انه مشروب روعه. كيف انت يا كابتن عبد الرحمن؟ اهلا يا كابتن سيف، يا بزيق الآغا، كيف حالك؟ كيف الإصابة؟ والله اني للأسوأ، دحين كيف تفعلوا بنا يا كابتن؟ خلاص انصبت، بدل ما تبصروا لي حل اصابتي استبعدتوني من المعسكر من قائمة المنتخب. شوف هذا مش اختصاصي، هذا اختصاص الجانب الطبي. أنا الآن تركيزي على المعسكر، عندك شيء روح قول للإدارة. بس يا كابتن هو في النهاية زميلنا، واللي حصل لي يمكن يحصل لنا في المستقبل. مثل ما تشتم مننا التضحية قال لي شيء نشي منكم الوفاء. صح يا كابتن، وعلى أساس ادونا هنا نستعد لنهاية كأس العالم في هذا المعسكر. ليش؟ وش فيها المعسكر؟ أقل حاجة في بلادك، عز القبيلي بلاده. يا كابتن هذا لو ما نغترب، أما احنا هنا يا كابتن بالله عليك تدونا هنا يعني نعسكر على أساس كأس العالم. المنتخبات الثانية معسكرين هولك في النمسا وهولك في إيطاليا وهولك في سويسرا، وإحنا معسكرين هنا في الجراف. خلاص كملتوا تحاكوا يا شباب. طبعا هذه الإمكانيات اللي عندنا، واللي مشوا عاجبه الباص قدامي يروح البيت، لأنه احنا عندنا معسكر الآن استعدادا لكأس العالم، وبكرة إن شاء الله المعسكر الثاني عندي في البيت. كيف عن عسكري عندك يا كابتن؟ المعسكر يعتمد على قوة التحمل، وأنا معي نيسة وبلوك طلعوه للسطح. يا كابتن هذه التمرينات بنلعبها واصل في الحراج، ايش دخل حقك المنافعة في المعسكر؟ إلا لها دخل نص، هذا جزء من الخطة الاستعدادية لكأس العالم، واللي يضمن تواجده في تشكيلة المنتخب يجي بكرة معنا المعسكر اللي حنطلع فيه نيسة وبلوك للسطوح. انتهى الكلام.
يلا يا شباب نبدأ التمرين. شدوا حجر وسيري سايرة. منتخبنا واغرف املنا، هذا عملنا، يا ويل من ظلمنا. اللي بعده سير. ايوه شدوا هكذا عشان تثبتوا انفسكم في المعسكر. نثبت والله يا كابتن، الله يثبتنا على هذا المعسكر. ايوه، او ما عجبك شو المعسكر؟ لا والله انه عجبني، هذا كأس العالم. يلا يلا يا شباب، 1 2 كأس العالم، 1 2 يلا 1 2 يلا. يلا ابدأوا. ما الولد هذا بيفعل بديله هكذا او شهدت. انس يا ولد، ما هو تأهلنا لكأس العالم؟ كأس عالم ما هو، تأهل ما هو. مالك كنت بتحط لك هكذا؟ الله يسامحك، خربت علي الانفرادة. انفرادة؟ اي اقوم انفرد بالمده وش يسعف هذا المستشفى قد يعدولن. جو. طيب وكأس العالم؟ الحين يسعف المده وكأس العالم اديه ولدك ان شاء الله. جو. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ما شاء الله والولد. هيا كيف يا ولدي، حتدي لنا كأس العالم؟ إن شاء الله. سي ارع سير يلا سير سير دي كأس العالم. ها